احمد جه، احمد حضر، احمد بيشكر كل اللي سأل. ازيك يا مينا؟ وحشتنا. حبيبي يا مينا. وحشتنا والناس كلها كانت عماله تسال عليك. انا وصلني بشكر. من جوه مصر ومن بره مصر دي حقيقة، الناس كلها عماله تسال احمد الرسائل فين احمد فين. وصلتني. انا يعني بشكر طبعا جدا كل اللي سأل عليا. هي كانت رحلة عمل، بس انا موجود معاكم انا ومينا يعني توجذر فور ايفر ايوه ان شاء الله. يعني احمد ومينا هو اصلا الشعار بتاع القناه. ترند الترندات، احمد ومينا. احمد ومينا في كل المجالات، احلى الحاجات. النهارده بقى هنعمل ايه يا مينا عشان الناس مستنيه؟ لا بما ان انت بقى يعني بقالك فتره غايب عننا فاحنا لازم نعمل حلقه بوم. احنا يعني الاول بوم. احنا الاول يا جماعه النهارده موجودين في شبرا مصر، في كافيه جامد جدا جدا في شارع شبرا. ايوه عجبنا اللوكيشن بتاعه. اللوكيشن نبقى نجيبه لكم في حلقه ثانيه. انا اول ما عرفت ان انت جيت رحت جاي شبرا على طول. فاحنا عايزين نجيب ترند يا مينا في شبرا. يعني اللي الناس كلها بتسأل عليه، يعني في مطعم كده طبعا كان مكسر الدنيا، هو رقم واحد في شبرا، هو صبحي كابر. قصدك مطعم الاكابر؟ يعني اللي بقى مطعم الاكابر. ترند جميل. احنا اتربينا على صبحي كابر وعارفين طعمه. لا وهي يعني الناس كلها بتتكلم طبعا عن الاكابر وصبحي كابر، وعايزين نقول بقى رأينا صح ورأينا بأمانة. هل بقى مطعم؟ هتعزمني انت يعني النهارده؟ ده احنا بص اكبر صينية النهارده هنجيبها. احمد ومينا هنجيب صينية حلوة قوي قوي. طب يا جماعه انا النهارده مينا عازمني عند الاكابر صبحي كابر سابقا. بمناسبة رجوعه هنجرب النهارده كبابجي الاكابر ونشوف هل هو فعلا بجد زي صبحي كابر ولا الجودة اختلفت. خليكم معانا. بس لو ناوي تبقى معانا لايك وشير وسبسكرايب وتابعنا يوصلك كل جديد، ولو عندك اي افكار ابعتها لنا. وبنكرر كل شكر للناس اللي سالت عليا. ايوه ويلا بينا نروح لصبحي كابر. يلا بينا. نعيش احلى اللحظات. ولسه مكملين معاكم احمد ومينا وترند الترندات، احلى الحاجات. وصلنا للترند الجديد القديم. ايه يا مينا؟ عم صبحي كابر اللي بقى ابن الاكابر. ابن الاكابر النهارده طبعا انا رجعت لكم فلازم ارجع لكم بحلقه بوم. لا ده احنا عاملين يعني جايبين مفاجأة النهارده عشان رجوع احمد لينا. احنا ناويين نعرفكم كل حاجه عن، خليكم معانا، مطعم النهارده اللي عليه كلام كتير قوي. هنعرف كل التفاصيل وكل حاجه. طبعا معانا الحلقه جايبين اختراع. وفي نفس الوقت الاسئله الكتيره مين هنرد عليها النهارده. كل اللي حابب يعرف معلومات الناس كلها كانت عماله تسال احمد فين. احنا هنقول لك احمد كان فين، وهنقول لك الاكل فيه ايه، وهنقول لك كل حاجه دلوقتي. تابع معانا الحلقه، لايك بقى، شير بقى، وسبسكرايب. احمد ومينا ترند الترندات في مطعم ابن الاكابر. استنونا، يلا بينا. واول حاجه جات لنا بعد ما طلبنا الاوردر وصينيه المعلم، جالنا رغيف المعلم ومعاه شويه سلطات ولسه. ده اللي هو الويلكم كده. ده الويلكم عيش بس تحفه ولسه طالع من الفرن. دي حقيقه. يلا يا مينا. تحفه. انا بقى عايز اقول لك على حاجه سر ما خدتش بالك منه. انا كنت فاكر ان دي طحينه، طلعت جبنه قديمه. فجبنه قديمه مع العيش المقرمش ده خارج من الفرن قبل ما الاكل اصلا يجي. انت ممكن تتغدى. تحفه. حاجه ثانيه. ايوه صينيه الامام وصلت. حبيب قلبي. والويسكي الحلال. طبعا. ايوه ودي الحلو وصل يا مينا. ورجعنا لكم تاني. صينيه الامام. صينيه الامام باسم الملك الجديد لمحلات صبحي كابر. بتتكون من ايه يا مينا؟ كبابجي الاكابر بقى. كبابجي الاكابر سابقا صبحي كابر. عندنا ايه بقى في صينيه الامام؟ فيها كيلو لحمه بروستو، وفيها نص فرخه مشويه، وفيها ربع كفته، ومعاها ممبار، ومعاها محشي، ومعاها سمبوسه، ومعاها رز بسمتي. موجود تحت اهو. يلا بينا. طلع بقى المعالق. خش يا مينا. طبعا انا اول حاجه شغلاني اللحمه البروستو دي. قال لك لحمه مخليه معموله في الفرن بطريقه يعني ايه جديده. ايوه احنا كنا عايزين كلافات بس ايه بيدوروا لنا. احنا قلنا نبدا بسم الله. الرز اولنا الرز اخباره ايه؟ ندوق الرز واحده واحده. رز بسمتي بالسوداني والمكسرات. حلو.
نخش على اللحمه بقى. يلا بينا يا مينا. طبعا ده لسه- لازم لا نمد ده بقى. بايدك بقى كده. وبعد ما الكلابزات جت يلا بقى. قرب بقى معانا يا مايكل، احنا هندوق. لحمه البروستو. هو قال لك اللحمه البروستو دي بقى لحمه مشويه في الفرن، المفروض ان هي دايبه دوب. ده حقيقي. بص فاحنا بص. هنجرب. هي سخنه لا، لا، جدا لا، لا. طبعا. مخليه وشكلها فعلا لحمه فخذ. سهله يعني. قال لك دي لحمه من الفخذ داخله الفرن مشويه جوه الفرن. لا حلوه قوي. عارفه اللحمه دي لازم يتاكل معاها ايه بقى؟ محشي بقى كرنب بقى. يلا بينا على طول. يلا. بقالي كتير ما اكلتوش يا مينا. محشي كرنب. هو بارد شويه بس طعمه حلو. من الاكلات اللي بتوحشنا والله. طبعا. الاكلات المصريه الاصيله اللي في الشتاء طبعا لا يعلى عليها. لا اللحمه جباره. طبعا يا جماعه احنا اخترنا لكم الصينيه دي لان الاصناف هنا كتير جدا، فاحنا حبينا نجيب حاجه فيها اكتر من صنف. وهي صينيه يعني معقوله يعني. وقلنا نبعدكم بقى عن جو الشوربه وجنب جو فيها كل حاجه، الملوخيه. فيها لحمه وفراخ جو جديد. وكفته. يلا بينا ندوق الايه الكفته. ودايما يا مينا الصينيه اللي باسم صاحب المكان بيبقوا متوصيين بيها. صينيه الامام. صينيه الامام. لايك بقى صينيه الامام. يلا بينا. هناكل ايه يا مينا تاني؟ يلا بينا على الكفته بقى. مع شوط الجماهير. خد ده هديه مني ليك. ايوه برضو مشكلتها ان هي جايه بارده. بص من جوه عامله ازاي. لحم صافي. بس هي بارده مش سخنه يعني بس طعم معقول. حكايه. ندخل بابا المجال في الموضوع. لا الكفته حلوه جبار جامده مع الطحينه. من الحاجات برضه يا مينا اللي بتحبها الناس قوي الممبار. برضه خد مني هديه ليك. ايوه. انت واحده وانا واحده. ايه الاكل الشعبي وصل والبومبار وصل. مع شو الجماهير ده فعلا. عايز اقول لك انا من ضمن الجماهير اللي ايوه انا معاك. يلا بينا. انا عايزين نروح هنا بصراحه يا مينا. هو حلو بس انا كان نفسي ان هو يبقى سبايسي اكتر من كده. يعني عارف لو كان مشطشط شويه اكتر من كده. وانا كان نفسي يكون فريش اكتر من كده. لا بس تتبيله الرز حلو. تتبيله الرز كويس. بس هو مجلد شويه. بس الطعم حلو. انت عايز تقول ان في احسن من كده في البومبار؟ يعني هو بصراحه الممبار فيه احسن من كده بكتير قوي يعني. هو احمد على حق. يلا بينا ايه الفراخ بقى. في نص فرخه بقى مع الوجبه دي. يلا بينا. انا هاخد الورك. ماشي. جرب يا مينا. يلا بينا. ورك مشوي. هل هي لسه زي ما هي؟ الفراخ كانت من ضمن الاكلات المميزه قوي عند طبعا انا يميني يا مينا يعني فراخ طبعا مذبوحه بيضه من جوه. ده حقيقي. يلا بينا. يلا بينا يا مينا. مستويه كويس جدا 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 يعني. وطعمها حلو. طعمها حلو. مستويه فعلا زي ما احمد بيقول. انا عندي تعليق بس صغير. البهارات تحس ان هي مش واصله قوي يعني الايه لاعماق الفرخ. يعني حد كان شغال بالفرشه من يعني بره. تحس ان هي كانت عايزه تتبل اكتر من كده شويه يعني. بس الفراخ مستويه تحفه. مين يقصد ان اللحم الابيض اللي جوه ده كان مش محتاج واخد تتبيله. مش واخد التتبيله حلو. محتاج انت تحط عليه بقى الايه اللمسه بتاعتك بقى ايه. الويسكي بقى. وين دول الفرايز بتاعهم. الويسكي الحلال. بطاطس بقى. لا ده في سمبوسك بقى. في سمبوسك هنا بقى ايه. ودي معانا 4 قطع سمبوسك. فرجني بقى كده تعالى من جوه نشوف فيها من ايه. جوه فيها ايه. ودي طلعت جبنه. دي طلعت من جبن. تعالى يا عم مايكل تعالى برضه جبنه. برضه جبنه. لا دي سخنه بقى. سخنه ماشي. دي طالعه حلو. لا تحفه. سمبوسك تحفه اللي في الجبنه. انا اديله 10 من 10 السمبوسك.
السؤال بقى، هو اسمه سمبوسك ولا سمبوسك؟ ده اسئله بقى اللي ايه؟ والله يعني بص يا مينا، لا حلو. الصينيه معقوله وهي سعرها يعني تقريبا 1000 جنيه يا جماعه. عجباني قوي اللحمه الدايبه دي. لا سعرها بالظبط 964 جنيه. دي حقيقه. هنسيب لكم المنيو بتاعه. احنا عايزين بقى ايه؟ نخلص المأمورية. يعني انا شايف ان احنا نكملها للاخر ونرجع نقول لكم راينا عشان نقول بصراحه. خليكم معانا، ما تروحوش في اي حته. كبابجي الاكابر، احمد ومينا. استنونا. يلا ود. ورجعنا لكم تاني يا احمد ومينا، ترند الترندات، احلى الحاجات في كل المجالات. والمهمه تمت يا مينا. ايه الاخبار؟ رايك ايه؟ كنا في قلب شبرا، مطعم كبابجي الاكابر. ايه رايك فيه؟ ايه رايك في العنوان بتاع الحلقه؟ طيب السلوجان بتاع الحلقه دي مطعم الاكابر مش هو مطعم صبحي كابر. احنا بنتكلم بالامانه يعني طبعا. عشان ننقل الصوره برضو. احنا جربنا مطعم صبحي كابر قبل كده اكيد، ويعني وكلنا دوقنا وعارفين الجوده. صباع الكفته بتاع صبحي كابر من زمان معروف. ما عجبكش الكفته؟ ما عجبتكش؟ صبحي كان بيعمل لنا صباع كفته، الروح نفسها يعني غايبه من المكان كله بصراحه. مش دي الروح بتاعت مطعم صبحي كابر، ومش ده طعم الاكل بتاع صبحي بصراحه. يعني ايام صبحي كابر كنت تقول كل حاجه حلوه، كل حاجه الجوده بتاعتها كويس. احنا الصينيه تحس ان في حاجات بتقول عليها حلوه وحاجات تقول عليها نص نص. لا احنا نقول الصراحه طبعا، يعني هي اللحمه ما فيهاش اي تيست خالص. الكفته كانت جايه لنا بارده بصراحه يعني ومجلده، دي للامانه والله مش عشان حاجه. واحنا جينا لهم من باب الباركنج، يعني هو ما حدش عارف ان احنا هنصور، فاحنا بنقول هنا بمنتهى الامانه. الرز عادي جدا جدا واقل من العادي كمان. الرز يعني يمكن. الفراخ انت نفسك قلت يا مينا واحنا بنصور التتبيله مش واصله للحمه. الفراخ مستويه لكن مش متبله قوي يعني. الممبار مجلد ومعمول من بدري جدا. الممبار فيه احسن من كده. يعني هو الشغل يعني اللي يستاهل هو العيش. ان هو جاي يعني هم عندهم مخبز فالعيش بيجي سخن. عدا يعني ذلك الموضوع اقل من العادي. ولو احنا بنتكلم بس في مقارنه ما بين الناس عايزه تعرف هو صبحي هو عشان كان في ناس بتقول نفس الاستاف ونفس لا مش هو مطعم صبحي. كبابجي الاكابر مش هو صبحي كابر. بل بالعكس، انا من خلال حلقتنا بوجه يعني صوتي لعم صبحي. احنا مستنيين مطعمك الجديد، عايزين نقول الاكل الحلو بتاعك. والنهارده كانت الحلقه جامده طبعا. هو المكان جامد، بتاسس ريستوران على حق يعني صاله كبيره طبعا. فهو يعني عمرها ما هتبطل شغل. هنا للعربيات للي يحب، يعني هي زياره اكنك جاي زياره. اعملوا بقى لايك وشير للحلقه بقى، ولو في اي كومنت عايز اكتب ايجابي او سلبي. قول لك ايه رايك، قول لنا ايه رايك لو انت كنت جربت قبل كده كبابجي الاكابر، هل هو صبحي كابر ولا لا؟ مستنيين تعليقاتكم. شير لايك سبسكرايب للحلقه، لو سمحت اشترك في القناه. متابعتكم لينا هي اللي بتشجعنا ان احنا نكمل. يا ريت تشجيع منكم لينا، لو الحلقه ظهرت ليك شجعني انا ومينا. ورشحوا لنا بقى الاماكن الحلوه اللي احنا نفسك نزورها. سلام. يلا سلام.